يا تسيب الطبلة يا بدل ما بهدلك يا. فيها يا معلم، حرام عليك، انت عايز تضيع مستقبلي ليه؟ مستقبل ايه يا معفن؟ روح البس هدوم الاول وتعالى اتكلم عن المستقبل. يا معلم زرزوره، سيب طبلة المسحرات بتاعتي يا عم. يا ده عايز اتخمد يا ده، انا لسه راجع من القهوه وما نمتش وانت نازل دب فوق دماغي. الله يخرب بيتك انت وطبلتك. فيها يا معلم، مش بصحي الناس عشان يسحرهم ولا اسيبهم يناموا ويروح لهم نوم؟ بتصحيهم الساعه 11 بالليل يا غبي. مش عشان يلحقوا ياكلوا ويشربوا يا معلم. وحياة اغلى حاجه عندك سيب الطبله بقى يا معلم. يا عم الطبله هتتكسر كده يا عم وهتبوظ عليها الشغلانه. انت ايه اللي بتعمله ده يا معلم زرزور؟ الواد ده مش عاوز يبطل تخبيط على الطبله دي. اخدتها. يا عم حرام عليك، حتى انت ما انتش عارف انا دافع فيها فلوس قد ايه دي. عليا النعمه يا حماصه، انا مشيت من قدام وشي الوقت واختفيت لاكون مطبل على وشك بالطبله دي. فيها يا عم، هتطبل بوش ازاي يعني؟ هو افترى يعني ولا ايه؟ تعالى وانا اوريك يا حماصه. لا 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 خلاص يا معلم، مش عاوز اعرف. امشي ياد من هنا، ما عدتش عاوز اشوف خلقتك هنا تاني. انا عايز انام شويه وانت وطبلتك عامل لي كله في دماغي. معلم حنفي، انا مش قلت لك وعرفتك؟ المعلم زرزور بيفترى على ابنك حماس. الحقنا يا حاج، المعلم زرزور اخد مني الطبله، عايز يبوظ لي المشروع يا حاج. ايه اللي انت بتعمله ده زرزور؟ يا معلم حنفي ابنك روشني، بقاله ساعتين بيرزع بالطبله دي تحت بيتي لما صدعني وما عدتش عارف انام. احمد ربنا ان ما نزلتش بالبتاع اللي كانت معايا دي كسرتها على دماغه. انا لما ما بنامش ببقى عامل زي المجنون وما بشوفش قدامي. تكسرها على دماغ منا زرزور؟ ابنك يا معلم حنفي. مالكش دعوه بالواد ده زرزور، احسن لك. طب ما تخليه يبعد بعيد عنه ومالوش دعوه بيا الاول. والنعمه يا حاج ما لمست ده، هو اللي كان عمال يشتم ويزعق ونزل كسر لي الطبله وضربني زي ما انت شايف يا حاج وخد مني المشروع بتاعي. هو انت ضربت الواد يا زرزور؟ انت هتصدق حته عيل صغير زي ده ولا ايه يا حنفي؟ وبعدين بقول لك ابنك ماسك الطبله وعمال يرزع بيها تحت بيتي، عايزني اعمل له ايه يعني يا حنفي؟ انت يا ده حماصه. نعم يا حاج. حسك عينك تيجي تحت شباك المعلم زرزور وتخبط تاني. يا حاج انا بصحاه عشان يقوم يتصحى. وهو بيقول لك مش عاوزك تصحيه، يبقى ما عدتش تخبط عنده تاني. حاضر يا معلم زرزور، مش هخبط عندك تاني. ادي للواد الطبله بتاعته زرزور. خد بس عليا النعمه، لو جيت خبطت بالطبله دي تحت شباكي تاني لاكون مديله علقه سخنه يا معلم حنفي، ومحدش هيحوشني عنه ساعتها. ايه رايك بقى؟ طب ابقى ورينا زرزوره تعملها ازاي. ماشي اوريك يا حنفي. راجل مفتري. وانت يا. نعم يا حاج. ما تخبطش عنده تاني، عيب، الراجل بيبقى جاي من الشغل تعبان وعاوز ينام. خليك جدع وما تضايقش الناس عشان الناس يحبوك. حاضر يا حاج اللي تشوفه، مش هخبط عنده تاني، بختي يفضل نايم وما يقوم يتصحى. طب انا ماشي مروح، هتقوم تيجي معايا؟ لا 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 روح يا حاج، ده انا لسه ورايا شغل كتير، اتفضل انت روح. ماشي روح انت يا حاج وانا ما اخلص حاجه وراك. استنانا على السحور يا حاج. خلص وما تتأخرش يا حماسة. حاضر يا حاج. الله الله، انت فاتح مشروع لوحدك من غير ما تقول لي يا صاحبي؟ يا عم اقول ايه يا عم، ده حاجه عالضيق كده لحد ما ربنا يفتحها عليا، ومالك عليا حلفانه يا صاحبي ما هي جايبه تمنها. بس هنعمل ايه يا صاحبي؟ احسن من القعده. طيب يا سيدي، الحاجه اللي عالضيق دي صاحبك ماليش فيه. فيه يا عم ما تنبرش فيه، احنا لسه اول سحور بقول لك مش جايبه همه. مش جايبه همه. ازيك يا معلم تلوث؟ الحمد لله حماصة. ما تنساش تسحر النهارده. قد يا حماصة وانت بقيت مسحرات حارة الغلابة. يا معلم، هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ ماشي يا حماصة، طب خد خلي دول معاك. والله يا معلم مالول ذوق. لا لا خد بس خليهم معاك، ولما تيجي تصحيني كل يوم هديك. يا ده انت حبيبي يا معلم تلوث. ما تنساش تعدي عليها بكرة يا حماصة. لا لا هنسى ازاي يا معلم، ده انا هاجي اصحيك اول واحد في الحاره. حبيبي يا حماصة، هو ده العشم برضه. الله الله، هو ده بقى المشروع اللي عالضيق؟ يا دوب المصلحه بتكفي السنبه. ده الراجل مديك فلوس قد كده يا كذاب. السنبه قول الله اكبر عشان الحسد، انت عينك وحشه يا جدع. لو انت كمان خايف لا تتحسد. طب بقول لك ايه بقى يا صاحبي، انا معاك في المصلحه دي بقى بالنص. لا لا يا ريت كان ينفع يا صاحبي، ما انا قلت لك مش جايب امام الاول. وبعدين هو انا هكذب عليك ليه يا سامبو؟ انت ما انتش مصدقني، يا دوب يا دوب على القد. وبعدين هو انا طول يا صاحبي ان السامبو يبقى شريكي، بس يا ريت والله المصلحه يا دوب على القد. يعني بتخلع مني مش هتاخدني معاك في المصلحه ده حماصه. يا ريت كان ينفع يا صاحبي، ما كنتش اتاخرت.
ايه ده يا حماصة، انت بتعمل ايه هنا؟ وايه الطبلة اللي معاك دي؟ بصحى اهل الحارة يا معلم سرديني عشان يقوموا يصحوا يتسحروا عشان يصوموا. يعني انت يا ابني صاحي بالليل لحد دلوقتي عشان تقوم تصحينا عشان نقوم نتسحر؟ طب خد يا حماصة يا ابني. ما هو ماليش لزوم يا معلم سرديني، عليا النعمة اللي تاخدهم يا حماصة. يا معلم سرديني انت بتحرجني كده، اجي اخدهم انا يا معلم سرديني؟ بس ياض انت اقعد ساكت، انا هديهم للواد الشقيان طول الليل ده. ما تاخد يا حماصة ما تكسفش ايدي. حاضر يا معلم سردين، انا هاخدهم عشان ما اكسفش ايدك بس. يا سلام، يلا حماصة عاوز حاجة؟ حبيبي يا معلم سردين، ما تنساش تيجي تصحيني بكرة يا حماصة. عيب عليك يا معلم سردين، عليا النعمة اللي اجي اصحيك اول واحد في الحارة. ايه ده برضه؟ بقول لك ايه دي انت، انا هاخد نص الفلوس دي. فلوس مين يا سامبو؟ يا دي فلوس، دي قرشينات يا عم. يا عم الناس دي بتديني الفكه اللي في جيبهم، ماليش فيه، هقسم معاك الفكه برضه. يا سامبو ما تبقاش رخم، قلت لك المصلحه مش هتكفينا انا وانت. يعني ايه بقى كده يا صاحبي؟ هتشتغل انت مسحرات وتسيبني من غير شغل؟ والله يا سامبو لو اعرف اساعدك لكنت ساعدتك. قلت لك 100 مره يا صاحبي مش هينفع تيجي معايا. يعني هي بقى كده يا صاحبي؟ كل ده عشان ربنا فتح عليك وبقيت من السحرات حارة الغلابة؟ عايز تسيب صاحبك وتشتغل لوحدك؟ ده انا من زمان ونفسي اشتغل مسحرات يا حماصة. يا عم ما انا قلت لك من الاول مفيش مكان معايا في المصلحة ده يا سامبا. ماشي يا صاحبي، ايه رايك بقى اللي انا مانيش عاوز حاجة منك؟ خلي بقى الطبلة دي تنفعك، وانا مش عاوز اشوف وشك تاني، ومن هنا وراح اعتبر ان مالكش صاحب اسمه السامبا. لا استنى بس يا سامبا، انا مانيش قصدي. خلي الطبلة اللي في ايدك دي تنفعك يا حماصة. ولا يا سامبا، ما تستنى يا سامبا، انا ما كانش قصدي. ولا استناني هلا. ماشي يا حماصة، بتبيعني وكل ده اللي عشان قلت لك شغلني معاك مسحراتي؟ ازيك يا صاحبي، عامل ايه؟ صاحبي ولا بقول لك امشي من قدام الوقت، بدل وعلي النعمة هم مد ايدي عليك، واروحك لابوك المعلم حنفي معايا، ويحصل اللي يحصل بقى حماصة. حيلك يا عم، كل ده عشان قلت لك المصلحة مش هتكفي؟ يعني هتبقى فرحان لو اشتغلت معايا واخر النهار اديتك 2 جنيه؟ 2 جنيه ايه كذاب؟ ده الناس كانت بتدولك فلوس قد كده على قلبك، انا شايفهم وهم بيدوك الفلوس. انت ملقتش الا انا وتيجي تعمل حركاتك دي عليا؟ بص بقى يا صاحبي، بصراحة الشغل ما فيهوش زعل. يا عم بصراحة انا شفت مصلحتي خلاص. يعني يا حماصة، وبعدين انت لما شفت مصلحتك ايه اللي جايبك هنا بقى ان شاء الله؟ بصراحة جاي لك يا صاحبي عشان افطر عندكم النهاردة. لا يا حماصة مفيش فطار عندنا يا اسطى، كل ده عشان قلت لك مش هتشتغل معايا. خلي بالك انت كده بتربط الشغل بالصحوبية، اعتبرها زي ما تعتبرها حماصة. ويلا بقى اتكل على الله يا عم. لا بقى مش همشي يا سامبو، انا واقف في ارض الحكومة. ايه انت وهو بتتخانقوا ليه؟ مفيش يا حاج، اصل السامبو متعصب شوية. ليه بس يا ابني؟ ايه اللي عصبه؟ معرفش يا حاج، هو كده لوحده. لا ان شاء الله حد قالك عليه مجنون؟ مالك كده تسامبه في ايه؟ اسأل ابنك يا معلم حنفي. ما انا سالته قال لي ان انت متعصب لوحدك. يرضيك يا معلم حنفي اقول له شغلني معاك مسحرات مش عاوزني اشتغل معاه؟ لا وكمان بيقول لي المصلحة مش هتكفي. ما هي دي الحياة يا سامبو، ده يا دوب مكفيني بالعافية. فيها ايه يا ابني لما تاخده معاك؟ ينوبك فيه ثواب بدل ما هو قاعد عاطل كده. وبعدين يا حاج احنا متفقين الواحد اللي يعمل مشروع وتمشي معاه ياخد التاني معاه ويشغله، صح يا حماصة ولا لا؟ ما ترد يالا، احنا متفقين ولا لا؟ ما هو مش فاكر حاجة زي كده بصراحة، مش فاكر ولا بتلاوي يالا؟ لا يا ابني عيب عليك، طالما صاحبك عاوز يشتغل معاك لا تشغله. يا حاج المصلحة حلوة، انا عاوز اخدها لحد اخر رمضان. انت عارف يا حاج ان انا بطلع بكام في اليوم؟ ده انا ما بعرفش اعد الفلوس من كتر. ده المعلم تلوث اديني 50 جنيه لوحده امبارح. سمعتك كده على فكرة، وبتقول لي مش هاخدك معاك عشان المصلحة مش هتكفي؟ بتضحك عليها حماصة، مفكرني مش هعرف؟ خلاص يا سامبو خلاص هاخدك معايا يا عم. ايه ده بجد يا حماصة؟ ايوه يا عم هجيبك تشتغل معايا مسحرات وخلاص بقى. طب فين يا اسطى؟
فين ايه؟ الفلوس يا حماسة، حقي في الفلوس بتاعت امبارح. هو انا مش كنت معاك امبارح وانت شغال؟ لا طبعا، هتاخد فلوس لما تشتغل معايا من بكرة. يعني كده برضه عايز تنصب عليا في اليوم اللي اشتغلته معاك؟ ولا انت انا كان صاحب المشروع وصاحب الطبلة عايز تاكل حقي؟ اكل حقك ازاي يا عم؟ انت ما اشتغلتش معايا امبارح. لا بس جيت يا صاحبي وثبت حضوري. جيت اوي ثبت حضورك ايه؟ هو احنا في مدرسة يا سامبا؟ ماليش دعوة يا حبيبي، انا وقفت معاك يعني نصص معاك في الفلوس برضه. ماشي يا سامبا خلاص، هديك 10 جنيه. 10 جنيه مين يا عم؟ وانا بشحت منك؟ انا عايز النص يا حبيبي، مانيش هتنزل عن النص. ازاي يعني يا عم؟ لا بقى، ده انت كده عايز تنصب عليا. انا برضه اللي هنصب عليك.